بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله هنعمل بقى الحواوشي البيتي الجميل بأسهل الطرق. طبعا احنا عارفين بقى ان الأيام دي أكلات العيد بقى وكل حاجة. يعني ما بنحبوش بقى اللحمة دايما تبقى في شوربة وكلام من ده، فهنعمل النهاردة حواوشي مع بعض بطريقة سهلة جدا وفي البيت وأنضف حاجة في الدنيا. مش ممكن هتلاقي الطريقة دي بره. يلا ندخل في الفيديو بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحط لايك للفيديو. طبعا دي العجينة دي طبعا اللي بنعمل منها القرص. وبنعمل منها القراقيش، هتلاقوها عندي برضو في فيديوهات تانية. اللي عايز يعرف العجينة بالتفصيل هي عجينة قرص او قراقيش، ممكن تدخلوا تشوفوا العجينة عملناها ازاي. طبعا انا بقطعها كده زي تقطيعة القرص وبسيبها لما تخمر. بعد كده بيكون شكلها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين انا سبتها بقى لما حجمها اتضاعف علشان تبقى معانا بالشكل الحلو ده، وعشان تبقى خمرة كده وشكلها حلو وكمان يبقى طعمها جميل. بعد ما خلصنا بقى كمية العجين وقطعناها التقطيعة دي، هنشوف هنعمل الحواوشي ازاي مع بعض. طبعا عندنا كمية اللحمة مفرومة طبعا زي ما انتوا شايفين. ولازم يكون فيها نسبة من الدهن او الدهون يعني، علشان خاطر تبقى معانا بالشكل الجميل ده. بعد ما حطينا بقى البهارات بتاعتنا كلها والفلفل والحاجات دي، هنبدأ نلم كده كل اللحمة المفرومة بتاعتنا، ندخل كل البهارات والملح والفلفل وبهارات اللحمة وبهارات الكفتة والحاجات دي في قلب اللحمة بتاعتنا. بعد كده هنجيب بقى العجينة بتاعتنا ونفردها. كل اتنين من دول هيبقى واحدة. نفرد الأول الحاجة اللي احنا هنفرد فيها اللحمة زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نفرد اللحمة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي اهي. طبعا لحمة كتير والعجينة نظيفة وحلوة ومعمولة في البيت، واللحمة كمان زي ما انتوا شايفين شكلها حلو ونظيفة. هنبدأ نقفل الطبقة التانية كده زي ما انتوا شايفين ونقفل. نبدأ نقفل الجوانب علشان اللحمة ما تطلعش منها. نبدأ نقفل كده زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نعمل حفر كده في قلب الرغيف علشان خاطر اللحمة ما تخرجش منه وكمان ما يقبش مننا. بايدينا كده عادي خالص من غير اي مكنة ولا حاجة. هنبدأ نعمل خروم صغيرة كده، بحيث ان احنا نضغط بس على على الرغيف، ان هو ما يقبش مننا، عشان لو قب هتبقى اللحمة طبقتين زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، رغيف حواوشي مفيش اجمل ولا احلى من كده، وطريقة سهلة جدا ممكن تنفذوها في اي وقت. زي ما قلت لكم بنقطع العيش او بنقطع العجينة. بتكون زي عجينة القرص بالظبط. وبنقطع برضو التقطيعة على انها قرص، بس بناخد قرصة تحت كده بنفردها ازيد من اللازم، وبعد كده بنحط عليها اللحمة. زي ما انتوا شايفين بنفرد بقى نملة كده اللقمة علشان خاطر يبقى طعمها حلو كده وجميلة. مهما تشتريها من بره مستحيل تلاقيها زي عمايل البيت. مفيش انضف ولا احلى ولا اجمل من انك تعملي بايديكي. بس كده هنبدأ برضو نحط الطبقتين على بعض زي ما انتوا شايفين ونقفل. نبدأ ندبس كده نضغط على الطبقتين علشان خاطر يلزقوا في بعض زي ما انتوا شايفين. العجينة دي بنحط فيها سمنة وبنحط فيها لبن وشوية ملح والخميرة، بس مفيش اكتر من كده، وبتبقى معانا بالشكل الحلو ده. بس كده بدأنا نقفل كده الاكل اللقمة بتاعتنا او الرغيف الحواوشي بتاعنا، وبدأنا برضو نخرم كده بايدينا علشان خاطر ما يقبش مننا. بس كده شكله جميل والعجينة سهلة جدا وخمرة وزي ما انتوا شايفين كده حلوة جدا. هنبدأ ناخدها كده نركنها ونكمل باقي ال- العجينة بتاعتنا، او نكمل باقي الحواوشي بتاعنا بنفس الطريقة. نفرد كده اللحمة وبعد كده الطبقة التانية هنغطي بيها، ونفس اللي عملناه في العيش قبل كده او في رغيف الحواوشي. دي احلى طريقة لعجن الحواوشي. مفيش طريقة تانية بتنفع للحواوشي غير هي الطريقة دي. بتبقى بقى تضمن ان العجينة بتاعتك فيها السمنة وفيها اللبن وفيها كمان الخميرة، علشان كده بيطلع شكله حلو قوي وطعمه كمان مقرمش وجميل. بس كده هنبدأ نفرد اللحمة زي ما قلت لكم. واللحمة كتير زي ما انتوا شايفين اهي. يعني بنفرم كيلو لحمة مثلا بيدينا كل الكمية دي اكتر من 12 رغيف حواوشي. بسم الله ما شاء الله، يعني لو بتشتروه من بره هتشتروه ب 200 جنيه او 300 جنيه. احنا بنوفر كل ده
في كيلو لحمة بس بنعمل بيه. وطبعا كلنا متوفر عندنا اللحمة، او بيبقى عندنا لحمة طبعا في العيد، فلازم نعمل بقى الحواوشي في البيت، نعمل الحاجات الحلوة دي لولادنا علشان خاطر ما نشتريهاش من بره. وفرنا كتير قوي في الحواوشي ده، وكمان طعمه حلو قوي وشكله جميل، هتشوفوه دلوقتي. بعد كده احنا هنجيب بقى صينية. بعد ما خلصنا كده كل الحواوشي هوريهولكوا برضو اهو. زي ما انتوا شايفين خلصنا كل الكمية بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. عملناها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها، طريقة حلوة جدا. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا اللي هنخبز فيها، وهندهنها شوية زيت. بعد ما خلصنا الكمية كلها كده هنوسع كده لنفسنا، وندهن الصينية بتاعتنا زيت، ونبدأ نرص فيها الحواوشي بتاعنا الجميل ده. طريقة سهلة وجميلة وبسيطة. وكمان تعمليها في البيت لو هتشتري لحمة، او كان متوفر عندك لحمة، او انت هتشتري لحمة وتفرميها برضو بايديكي، هتبقى حلوة جدا في الحواوشي بإذن الله. طبعا بعد ما جبت الصينية كده هدهنها بالزيت، وبعدين هرص فيها الحواوشي زي ما انتوا شايفين كده. هي هتاخد اتنين بس، هنخبز بقى اتنين باتنين كده. وبعد كده هوريكم شكلهم. بندهن طبعا من فوق كده بالزيت برضو علشان ياخد لمعة حلوة كده في الفرن اهو. زي ما انتوا شايفين بعد ما حطيناهم على الصينية هياخدوا دهنة حلوة كده بالزيت برضو من على الوش، طبعا بفرشة بايديكي، بس طالما ايديكي نظيفة خلاص اعملي بيها كل حاجة. خلاص كده بعد ما خلصنا زي ما انتوا شايفين كده، والعجينة طبعا مرتفعة وحلوة زي ما انتوا شايفينها. ده شكل الحواوشي بتاعنا اهو زي الفل، بسم الله ما شاء الله. واللمعة اهي اللي قلتلكوا عليها، يعني دهنة الزيت اللي في الاخر دي بتدي اللمعة الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله، حواوشي جميل وطلع معانا زي الفل. واحسن ما كنت انا متوقعة كمان ان هو يطلع معانا. طبعا هو بيتخبز بقى اهو. شايفين الحواوشي من فوق ومن تحت عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. حاجة كده زي الفل. هوريهولكوا برضو وهو في الفرن علشان كل حاجة تبقى قدامكم. طبعا كده زي ما انتوا شايفين الحواوشي في الصينية اهو. دي صينية صغيرة حاطين فيها رغيف، والصينية الكبيرة دي حاطين فيها رغيفين. واعملي بقى براحتك وظبطي الدنيا، بيبقى الاكل زي الفل وحاجة زي العسل. ده كان الحواوشي بتاعنا، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كل الكمية الحلوة دي بأقل التكاليف، وكمان العجينة حلوة جدا. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الفيديو بالطريقة بتاعتي. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. احلى حواوشي في الدنيا. يا ريت تجربوا الطريقة الحلوة السهلة دي. شايفين؟ بس كده دي كانت الطريقة بتاعتنا، وده كان الحواوشي بتاعنا النهاردة. بسم الله ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟ حبيت بس اوريكم كل حاجة تبقى واضحة قدامكم. وكمان هنفتح رغيف كده نشوف بقى الطعام والحلاوة. بسم الله ما شاء الله، احلى رغيف حواوشي. شايفين مقرمش من بره وجميل ازاي. العجينة بقى بتخلينا نعمله بقى اللي احنا عايزينه، وكمان ريحتها وطعمها مفيش بعد كده جمال. شايفين بسم الله ما شاء الله، مليان لحمة ازاي وجميل. مهما تشتريه من بره مش هتشتريه حلو قوي كده. بسم الله ما شاء الله. كان الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو الحواوشي بأقل كمية لحمة. وكمان عمل معانا كمية كبيرة جدا. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الفيديو بطريقتي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.